ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده هقول لكم ليه الناس اللي بتتمرن بقالها سنين اقوى واوزانها احسن من الناس اللي بتتمرن بقالها 5 شهور. في الفيديو ده هتعرف كل حاجه، يلا بينا. اول حاجه لازم تعرفها ان كل اللي انا قلته لك في المقدمه ده هو حاجه اسمها تاثير التدريب. تاثير التدريب ده ببساطه ان جسمك بيتكيف مع الاوزان والتمارين اللي انت بتعملها، فبالتالي بيطلع طاقه اكتر باكسجين اقل عشان يقدر يتكيف. التكيف ده بيحصل داخليا، واول حاجه بيتم التاثير فيها هي الخلايا بتاعت الجسم. تأثير التمرين ده بيساعد القلب ان هو يضخ الدم والمواد الغذائيه والاكسجين بشكل احسن للجسم، وبالذات في العضلات والاوتار اللي هم بيساعدوك اصلا ان انت تشيل الوزن، فبالتالي انت بتقوى، فبالتالي بتزيد اوزانك. وطبعا مش محتاج اقول لك ان لما بتزيد اوزانك مع الاكل الصحيح بتزيد كتلتك العضليه. يعني الفكره وما فيها كلها انك لما بتقعد فتره اطول في الجيم، ومش قصدي في التمرين، انا قصدي في المدى العام اللي هو مثلا سنه او 9 شهور او 8 شهور، بتبقى اقوى عشان كل ده بيحصل مع مرور الوقت، مش في لحظتها كده انت التكيف بيحصل عندك وكل اللي انا قلته لك ده. بس كده ده اللي كان عندي اقوله لك النهارده. اتمنى كنت فدتك بالمعلومات اللي عندي. ما تنساش تعمل لي لايك وفولو وتشوف الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفاد اقصى استفاده. سلام.